في كلام كتير حوالينا كله بيدعو ان احنا نبقى بنجبر الخواطر او ان احنا نبقى كويسين مع بعض كده وذوق، واللي عنده كلمه حلوه ما ياخرهاش ابدا. فهل بقى في ظل سياق احنا بنحاول فيه ننادي بالافكار دي طول الوقت، هل ينفع حد ما قابلناهوش من زمان اول ما نشوفه نقول له كده الكام جمله المرعبين اللي بيتقالوا لحد ما شفتوش من مده؟ ايه ده، انت تخنت قوي، ياه ده الزمن فعلا غدار، كبرت وبان عليك كل علامات الكبر. يعني ده كلام والنبي. يعني بصراحه يفضل انك لما تقابل حد ما شفتوش من زمان مش اول حاجه تقولها له علامات الارهاق اللي باينه على عينه او شعره اللي ابتدى يخف او كل التفاصيل اللي الواحد هو عارفها، يعني مش مستني لما يقابلك بعد زمن تفكروا بيه. يا ريت يعني نكون اكتر رحمه مع بعض. كل انسان لو ادينا له ورقه وقلنا له اكتب اللي مضايقك مش هيبطل كتابه. فيا ريت يعني لما تشوف حد بقالك فتره ما قابلتوش، يا تقول كلمه حلوه يا تقعدوا تستدعوا الذكريات، لكن بلاش بقى الكلام اللي احنا عارفينه وبنحاول نتعايش كده ونتناساه او نتعامل معاه برحابه. ما تجيش انت بقى وتبروزه كده وتفكرني بحاجه ممكن تكون مضايقاني. يعني انا عارفه ممكن اكون ان انا اتخنت، وعارفه ان انا مرهقه، ولو راجل عارف ان شعره خف، كلها تفاصيل معروفه، يعني مش حاجه خالص هتفاجئني بيها. والله اتمنى الكلام ده يكون دعوه كده للناس اللي ما بتاخدش بالها من كلامها. ولو الكلام ده دلوقتي جالك في وقته كده ونور لك لمبه، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان في حد تاني ممكن الكلام ده يفرق معاه، يا ريت جدا تعمله منشن في الكومنتات.